اختي انت اللي طلع لك الغلط في راسك وداك الوزن اللي هو زايد والشحمه اللي زايده والحاجه اللي مرضاك بطبيعه الحال وداك الميزان اللي فين ما كطلعي فوق منه تعبري كيخرج فيك كرونو، الشكل ديال الجسم ديال بطبيعه الحال اللي فين ما كتشوفي في المرايه كتعقدك هذه المساله هذه. وحاجه اخرى فوق هادشي داك كامل كتبغي تجربي شي كسوه ولا شي لبسه ما كتجيش قدك بطبيعه الحال بسبب الوزن اللي هو زايد والشكل ديال الجسم اللي ما مقادش. وحاجه اخرى فوق هادشي هذا كامل كيجي واحد الصوت في الدماغ ديالك لداخل ديما خدام عليك، شوفي فلانه كي دايره، علاش اللي ما تكونيش انت بحالها، علاش اللي ما تكونيش انت بحال هذا الشكل، شوفي ديك اللبسه كيفاش دايره. ولكن غير بلا ما تحاولي تجربيها حيت راه ما غاديش تجي قدك. هذا الصوت ديما كيقول لك هاد الهضره هذه. وحاجه اخرى وهي واحد الفكره اللي هي مغلوطه، وداك الصوت اللي كيكون في راسك اللي تيقول لك شوفي الشكل اللي وصلتي ليه، شوفي الوضع اللي وصلتي ليه، راه ما يمكنش انك توصل لداك الشكل اللي في بالك غير نسى. وهذه بين قوسين راه اكبر غلطه، حيت هذاك الشكل اللي في بالك والله حتى ممكن توصلي ليه بطبيعه الحال. هضرتي موجهه للبنات والولاد. ونهار كتجلسي مع راسك كتقولي صافي هادشي هنا خصو يحبس، ما خصنيش ما نقدرش مازال نكمل هكا، ضروري خاصني نبدا في التغيير، هنا غادي نصفق عليكم بحراره. خديتي الخطوه الاولى اللي مهمه، ولكن عطيني ودنك مزيان عافاك، حيت بزاف صراحه ديال الناس اللي كيدوزوا من هذا السيناريو هذا وكيوصلوا حتى لديك النقطه ديال الرغبه في التغيير اللي هي نقطه مهمه وجوهريه ومحوريه، وكيجيو حتى لتما وكيعفطوا عليها 300 في الساعه وكيتقبوا الورقه وكيعطيو هذاك الشيء اللي هو ماشي ديالها، وكيبغيو يديروا كل شيء في دقه واحده باسرع وقت ممكن. وهنا بطبيعه الحال تيكوليو الموتور، تتشعل البوله ديال لومبان، تيجلسوا للارض وتيقولوا اش داني لهذا الشيء هذا كامل، راه واقيلا داك الصوت اللي كان كيقول لي راه بصح راه ما يمكنش، راه واقيلا عنده الحق. وهنا عاوتاني غادي نقول لك المره الثانيه بين قوسين كبار فكره اللي هي مغلوطه، حيت هذاك الشكل اللي في بالك انت وانت والله حتى ممكن توصلوا ليه، غير خاصكم ديروا داكشي اللي خاص يدير. حيت الغلط ولا الاغلاط اللي كيديروا هاد الناس هادو نبداو المساله ديال التغذيه. اول حاجه كيبغيو ينتقلوا من نمط الحياه اللي كانوا غاديين به ديال 24 ساعه على 24 ساعه بوفي مفتوح بطبيعه الحال فيه ما هو طبيعي وغير طبيعي، ما هو محلى وغير محلى، الخضر والطيب بطبيعه الحال من اليمين واليسار، تينتقلوا من هذا السيستم هذا لوجبه وحده في النهار. هذه حاجه بطبيعه الحال اللي غير منطقيه، والجسم بطبيعه الحال ما غاديش يدوزها لك، ما غاديش يتقبلها لك واخا ديري اللي درتي. اصلا وجبه وحده حتى هي من اكبر الاغلاط. الماكله بصفه عامه اللي كيبغيو يديروا كيوليو كياكلوا غير المسلوق اللي ما فيه حتى شي بنه، حيت بين قوسين ديك الفكره المغلوطه اللي كنا عارفين الماكله ديال الريجيم واخا الجمله ولا الكلمه ديال الريجيم راه ما صالحاش، هي الماكله المسلوقه اللي ما فيها حتى شي بنه اللي باسله، كيوليو غادي مع داك السيستيم وكياكل ديك الماكله بزز. بطبيعه الحال الدماغ ديالك راه مستحيل انه يقبل لك هذه المساله هذه، مستحيل انه يدوزها لك، وغيدير لك الحاجه اللي ما طيحش لك على البال غير باش يعكس لك في هذا الشيء هذا ويرجعك للطريق اللي كنتي فيها. حيت بيني وبينك اصلا هذا الشيء راه هو غلط. وغلط اخر اللي هو كارثي كيديروه وهو تيمشيو في الطريق ديال الوصفات، الوصفه الفلانيه لتنزيل الوزن، الوصفه السحريه لازاله الدهون والوزن في 7 ايام، المشروب السحري اللي غادي يهنيك من الكرش، وشربيه في الصباح على الريق وردي عليا اش هذا. وغلط اخر عاوتاني مازال غلط اخر حتى هو اللي نسميه غلط كارثي مع الغلط الاولاني، وهو تيوليو يقلبوا على الدوايات اللي كتسد الشهيه ولا اي حاجه كتسد الشهيه. علاش خصني نسد الشهيه ديالي باش ما ناكلش، باش ما يجينيش الجوع، باش ما ناكلش؟ الله على الجسم ديال بالسلامه باش خدام الطاقه الشمسيه. هذا غلط عاوتاني وغلط اللي هو كبير بزاف. راه والله ما في الصالح ديالكم تجوعوا راسكم لا صحيا ولا جسديا ولا ذهنيا ولا نفسيا. جوعتي راسك هاي المشاكل من بعد، وما غاديش توصلي وما غاديش توصل لهذاك الشيء اللي كتقلبوا عليه. راه الا جوعتوا راسكم ضربتوا كل شيء في الزيرو قبل ما تبداو اصلا. وهذا الشيء كامل سببه الفكره المغلوطه اللي معروفه وهي الماكله. بغيت نقص الوزن خاصني نقص الماكله هي اللي كتغلب. اذا بغيت نقص الوزن خاصني نقص الماكله اللي كتغلب. بغيت نقص مزيان الوزن خاصني نقص مزيان الماكله. حتى تشدني السخفه ما بقى فيا الجل حتى نقدر نطلع الدروج وتخسر ليا الكانه وتلف ليا القبله عاد غادي نرتاح. هذا الشيء راه ماشي هو هذاك وما عمره كان هو هذاك وما عمره غادي يكون هو هذاك. هذه راه الطريق ديال الغلط. وبطبيعه الحال هاد الاغلاط هادو كاملين غادي يوصل لكم شي حوايج اللي ما تبغوش اصلا توصلوا لهم، اللي غير من بيناتهم كاين الترهلات، كاين الضعف العضلي، كاين المشكل ديال الحرق اللي كينزل في الجسم، المشكل ديال ثبات الوزن اللي كيعانيو منه بزاف ديال الناس وغيرها من الاشكال. وعاد زيد غلط اخر حتى هو اللي كبير اللي كيخص الرياضه اللي هو الكارديو. حنا عندنا معروفه بغيت نقص خاصني ندير الكارديو، جري 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 هكا. لا انت كتنقصي مزيان بالشكل اللي خاص يكون، لا عضلاتك في خير، لا المفاصل ديالك في خير بكثره الضغط اللي كتمارسي عليهم، لا حتى شي حاجه ما هي هذيك. حيت بهذا السيستيم بطبيعه الحال اللي مبني على الكارديو ما كاينش شي حاجه سميتها الاهتمام بالكتله العضليه ولا التطوير ديالها. والكتله العضليه راه هي اللي داير عليها الفيلم كامل، راه مهمه بشكل اللي هو كبير واللي بطبيعه الحال ديما كنوصيكم عليه.
حيت الكتله العضليه بطبيعه الحال والتطوير ديالها في الجسم اساسي بزاف وعنده مجموعه ديال الفوائد اللي هي صحيه وجسديه بشكل اللي هو كبير بزاف. بطبيعه الحال بلا ما نهضروا على العامل الاساسي ولا انه عنصر اساسي بزاف في المساله ديال الحرق في الجسم، حيت المساله ديال الحرق هي اللي كتخليك كتنزل النسبه ديال الوزن من الدهون وكتحافظي على الكتله العضليه بطبيعه الحال وكتنميها، ومن حد كتنزلي وانت كتقادي الشكل ديال الجسم ديالك. الكتله العضليه مهمه بزاف، والنقص ديال التغذيه والتركيز على الكارديو ضد الكتله العضليه. ودابا كنظن عرفتوا علاش كنت كنقول لكم في الاول داك الشكل اللي كتحلمي به وكتحلم به راه والله حتى ممكن توصلوا ليه، حيت ممكن توصلوا ليه الحمد لله. وهادشي راه ما كنقولوش غير هكا، كنقولوا بتجارب الحمد لله مع الناس. يعني المساله ديال التغذيه نساو داك الكوارث ديك الاغلاط اللي كنا هضرنا عليها. النظام ديال التغذيه خص يكون مخصص عليك انت وعليك انت. علاش؟ ما تنساوش راه ممكن تاكلي وتشبعي وتعطي للجسم ديالك العناصر كاملين اللي خاصينه، في نفس الوقت كتنقصي الوزن من الدهون. ما حدا كتنقصي وانت كتقادي الشكل ديال الجسم ديالك. بطبيعه الحال هضره كتطابق على البنات وعلى الاولاد بحال غير كل واحد خاص يكون عنده النظام ديالو، حيت النظام خاص يكون مخصص، ما تمشيوش مع شي حاجه اللي هي عشوائيه. هذه الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه النظام ديال الرياضه ديالكم خاص يكون بازي على تمارين المقاومه، هي اللي خاصها تشكل واحد 70 حتى 80% من الرياضه ديالكم بصفه عامه. ما تركزوش على الكارديو بوحديتو، الكارديو كنخدموا به حتى هو تيكون ماشي بشكل اللي هو عشوائي على حسب وضع لوبجيكتيف ديال كل واحد، كنخدموا به مع تمارين المقاومه بشكل اللي كيساعدنا نسرعوا العمليه ديال الحرق. كنحييكم على انكم اتخذتوا القرار انكم تبداو، هذه هي الخطوه الاولى بطبيعه الحال. غير هو حاولوا تمشيو في الطريق الصحيحه باش توصلوا لواحد النتيجه اللي غادي تعجبكم وتموتيفيكم وتزيدوا لقدام. نتمنى تكون هاد الامور هذه وضحات. عندك شي سؤال ولا شي كومونتير بطبيعه الحال الف مرحبا خليه ليا. بغيتي مساعده ليا خاصه بطبيعه الحال خلي ليا ميساج، الف مرحبا بطبيعه الحال. الحمد لله مع التجارب اللي زوينه مع الناس. نتمنى هاد المسائل تكون وضحات، نتمنى هاد الفيديو يكون وضح لكم بزاف ديال الحوايج. ما تنساوش بطبيعه الحال ديروا سيف الفيديو، ممكن تحتاجوه. حاولوا انكم تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم باش ضروري هاد المسائل توصل للناس باش يعرفوا بان الحل راه كاين، غير ما يضيعوش وقتهم وجهدهم في شي حاجه اللي ممكن من بعد انهم يعاودوا يقلبوا يبداو من الزيرو. اللهم انفيستي وقتهم وجهدهم داكشي اللي غيديروا في شي حاجه اللي غتوصلهم للوبجيكتيف ديالهم. هذا ما كان. ما تنساوش طبيعه الحال الدعم ديالكم، ما تنساوش ديروا فولو. ان شاء الله.